السلام عليكم. وصفة اليوم جبن نباتي لمحبي التغيير ولمن لديه حساسية من اللاكتوز. هذا النوع غني بالألياف والفيتامينات، وأيضا غني بالبروتين وأوميجا 3. نقوم بنقع كوبان من الفول السوداني من غير قشور لمدة 12 ساعة. نغسله جيدا ثم نضعه في الخلاط. نضيف عليه الآن ملعقة طعام من الملح ورشة من الكركم أو البابريكا، ثم نضيف كوبان من الماء بالتدريج ونخلط جيدا. نضيف الآن مقدار 3 ملاعق طعام نشا الذرة أو البطاطا، ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط. نصب الخليط في وعاء الطهي ونقوم بالتحريك على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، ثم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى يبدأ الخليط بالتماسك. يساعد الفول السوداني على زيادة كثافة العظام. نضع مقدار نصف كوب من البقدونس المفروم أو أوراق الزعتر الخضراء، وفصين من الثوم المهروس، ثم نضع ملعقة من الزعتر الجاف وربع ملعقة من الفلفل الأسود، ثم نصب عليه مقدار من زيت الزيتون. نخلطه جيدا حتى يمتزج الخليط. نوزع الخليط في قوالب الحفظ وعلى جوانبه. تعطي الأعشاب لمسة إضافية لتعزيز نكهة الجبن، فالبقدونس أو الزعتر الأخضر مناسبين جدا لهذا النوع من الجبن. الآن نعود إلى الخليط، لقد بدأ بالتماسك. علينا ألا ندعه دون تحريك لتجنب انحراق الخليط أو تكتله. نستمر في التقليب. يساعد التقليب المستمر على إعطاء الجبن القوام المطاطي الشبيه بالجبن الطبيعي، وعلى نجاح الوصفة من حيث الطعم والقوام المتماسك. تستغرق مدة الطهي بشكل كامل 20 دقيقة. يساعد الفول السوداني على زيادة كثافة العظام، مما يساعد على الوقاية من الهشاشة. أيضاً يساعد على تعزيز وتحسين وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتعلم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. يساعد في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء. هذا هو القوام المثالي الذي نحتاجه، يكون كعصيدة لينة ومتماسكة. نقوم الآن بصب الجبن في القوالب المعدة مسبقاً. نرتب سطحه بزيت الزيتون، ثم نضعه في الثلاجة حتى اليوم الثاني. نستطيع حفظه في الثلاجة لمدة أسبوع، ويمكن حفظه ل6 أشهر في المجمد بعد تقطيعه لقطع مناسبة، وحفظه في أكياس صغيرة كل قطعة لوحدها يتسنى لك استخدامها وقت الحاجة للسندوتشات أو البيتزا أو المعكرونة. صار الجبن جاهزا الآن، ما شاء الله. القوام مثالي وجاهز للاستخدام. نقوم بتحمير الخبز المعد منزلياً، ثم ندهن مقداراً من الجبن ونضعه في المقلاة ونغطي عليه حتى يذوب الجبن بفعل الحرارة.
يساعد الفول السوداني على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي. لمزيد من الدلال يمكن إضافة صلصة البيستو المنزلية، فهي مناسبة جدا مع الجبن النباتي، ويمكن أيضا إضافة شرائح من الطماطم المحمرة بزيت الزيتون. سأشارك معكم وصفة الخبز المنزلي في فيديو لاحق. إذا أحببت معرفة وصفة البيستو يمكن الاطلاع على الفيديو في القناة باستا البيستو بالقرع. أتمنى أن تكون هذه الوصفة إضافة جميلة لمطبخكم وفائدة لمن يحتاج هذا النوع من الوصفات. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.